في ظل غلاء الأسعار وجشع التجار وحضرتك محتار ومش عارف تختار وخايف تدفع فلوس كتير وفي الآخر تطلع خسران، يبقى مكانك هنا يا صديقي، لأن النهارده جايب لك تجميع نينجا بسعر اقتصادي يخليك تقول يا بلاش. تجميع ب 10000 جنيه أو 100 دولار، بس الأداء مش هتتوقعه، فركز معايا بقى لأن اللي جاي نار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عامل ايه يا اخويا؟ واهلا بيك في فيديو جديد. عارف اننا بقالنا فترة كبيرة مش بنعمل تجميعات وركزنا على موضوع الانترنت، بس اوعى تفتكر اني نسيتك، لا خالص. النهارده جاي اصالحك بتجميعة جبارة، قيمة مقابل سعر، مفيش احسن من كده، سواء بقى عايز للمونتاج او الالعاب، ان شاء الله هتسد معاك. الله اكبر عليك! ايه الحلاوه دي؟ سواء بقى يا صديقي كنت بتدور على تجميع قوية ب 10000 جنيه أو جهاز متكامل بالشاشة جاهز على التشغيل ب 12000 جنيه، فالفيديو ده معمول لك أنت يا صديقي، لأن من فترة كان في حد بيتحداني إن أقدر أعمل جهاز كامل بالسعر ده وشغل أغلب الألعاب، وأنا طبعا قبلت التحدي. بس في الأول أوعى تنسى الاشتراك واللايك عشان تفيد غيرك يا عمنا، ما تبقاش بخيل يا عم. وطبعا إحنا مستمرين في حملة إنترنت غير محدود، هتلاقي روابط الجروبات في أول تعليق تحت الفيديو. قبل ما نبدأ في موضوع الفيديو لازم أقول لك حاجة مهمة جدا. يعني تقريبا في كل الفيديوهات اللي فاتت كنا بندعي لأهلنا في غزة، لكن النهارده وقت الفعل مش وقت الدعاء. الناس هناك بتموت من الجوع حرفيا، وانت اي مساعده منك هتفرق. بفضل الله تواصلت مع شخص من غزه وفتحت معاه فيديو كول واتكلمنا كتير جدا، وعرفت منه الوضع هناك عامل ازاي. بس بص يا صاحبي، مهما كانت القنوات بتحاول توصف حجم المعاناه، عمرها ما هتعرف توصفها زي ما شخص عايشها كل يوم. انا شرحت الموضوع بشكل تفصيلي اكتر في الفيديو اللي فات، تقدر تروح تشوفه. المهم يا صديقي، انا هسيب لك رابط صفحته وكمان رقم الواتس بتاعه، تواصل معاه وساعده باللي تقدر عليه، وربنا يجعله في ميزان حسناتك. تعالى بقى يا صديقي اقول لك مواصفات التجميع، وهنبدا بالمعالج. في وقت كانت فيه انتل واخده السوق رايح جاي، وفي فئه المعالجات المتوسطه مفيش منافس بيقرب منها حرفيا، فجاه ظهر الوحش الجديد اللي قلب الموازين وخلى الناس تعيد تفكيرها، الا وهو الرايزن 5 3600، المعالج اللي تقدر تقول عليه حرفيا اللي غير قواعد اللعبه. المعالج ده مش مجرد رقم او موديل، ده كان افضل معالج مبيعا في العالم لفتره طويله جدا، وسحب البساط من تحت انتل في الفئه اللي كانت دايما مضمونه ليها. فعلا اي ام دي كانت بتحاول قبل كده، لكن المعالج ده هو اللي خلى السوق يصحى. المعالج ده يا صديقي خلى اي ام دي تتفوق لاول مره من سنين طويله جدا، سواء في الاداء او القيمه المقابل السعر، وده كان سبب اختياري للمعالج. تعال بقى اقول لك مواصفات المعالج، وكمان هعرفك ليه المعالج ده صفقه كويسه جدا بالنسبه لسعره، وازاي قدر يحقق المعادله الصعبه، اداء عالي وسعر اقتصادي واستهلاك طاقه معقول. تم اطلاق المعالج لاول مره في 2019 ضمن الجيل الثالث من سلسله رايزن، والمبني على معماريه زين 2 بدقه تصنيع 7 نانومتر. معالج جايب 6 كور و12 ثريد وبتردد اساسي 3.6 جيجا هرتز، وبيوصل ل 4.2 جيجا هرتز، وبيسحب حوالي 65 واط. معنى كده سحب الطاقه مش عالي، يبقى حراره قليله ومش محتاجين تبريد عالي. المعالج شغال على سوكت اي ام 4. المنصه دي يا صديقي شايفها افضل خيار في الفئه الاقتصاديه الى الان. المعالج بيدعم رامات دي دي ار 4 بسرعه 3200 ميجا. طب يا حوده، ايه مميزات المعالج؟ ايه اللي خلاك تختاره؟ اولا يا صديقي القيمه الممتازه مقابل الاداء، خصوصا في المهام المتعدده والالعاب، وكمان الاداء الكويس في المونتاج والريندر، وغير كده يقدر يشتغل على بوردات اقتصاديه وبوردات عاليه وقابل لكسر السرعه كمان. وحراره المعالج اقل نسبيا من الجيل الاول والثاني، وكمان بيدعم بي سي اي 4 على بعض البوردات زي اكس 570 مثلا. نيجي لاخر حاجه وهي سعره بيبدا من 2500 ل 3000 جنيه، او من 50 دولار ل 60 دولار في سوق المستعمل، وفي اغلب الحالات يعني هتلاقيه بالبوكس بتاعه. لما نيجي نتكلم عن ماذر بورد بتجمع بين السعر الحنين والامكانيات اللي تفتح لك باب للتحديث، يبقى بلا منازع نروح نبص للبي 450، البورده اللي تعتبر اسطوره الفئه الاقتصاديه، وكانت سبب ان الاف الناس قدروا يجمعوا تجميعات محترمه باقل تكلفه. سواء بقى كنت ناوي تركب عليها رايزن 5 3600 او حتى رايزن 7، البي 450 دايما موجوده، بتديك اهم المزايا اللي انت محتاجها: كسر سرعه، دعم الاس اس دي ان في ام اي، وتحديث للبايوس يشغل لك معالجات الجيل الخامس بسهوله، وده كله بسعر يخليها اختيار مضمون لاي حد بيدور على القيمه مقابل السعر. تعال بقى نتكلم بشكل مفصل عن البورده تقريبا كان اول اطلاق ليها في 2018 كحل وسط بين الاي 320 البورده الاقتصاديه والاكس 470 الاعلى في الاداء. من اهم مميزات البورده دي سعرها الممتاز مقابل الامكانيات اللي بتديها ليك، وبتدعم كسر سرعه للمعالج والرامات، وبتدعم عدد كبير جدا من المعالجات خصوصا مع تحديث البايوس، ومتوافقه مع معظم كروت الشاشه او الرامات، ومناسبه لتجميعات فيها معالجات زي رايزن 5 2600 3600 5 500 5 600، وحتى معالجات اقوى من كده بكتير. فوق كده كمان يا صديقي انها متوفره بشكل كبير جدا في سوق المستعمل، واسعارها ممتازه، يعني تقدر تلاقيها من اول 2500 ل 3000 جنيه، وتقدر تلاقيها ب 3000 جنيه جديده اصلا. طيب معنى كده انها ما فيهاش عيوب؟ اكيد يا صديقي فيها عيوب. اول عيب يا صديقي انها مش بتدعم بي سي اي 4، فلو عندك اس اس دي او جي بي يو بيستفيد منه مش هتفرق. ثانيا بقى يا صديقي مش كل الموديلات فيها في ار ام قوي، فممكن تسخن او تتعب مع معالجات قويه شويه. ثالثا عدد مداخل الام دي 2 محدود، يعني غالبا بيكون مدخل واحد بس، وعلى حسب نسخه البورده برضه، بس في النهايه هي خيار ممتاز بالنسبه للاداء اللي هتقدمه ليك وامكانيات التطوير بعدين.
نيجي بقى يا صديقي للرامات، هنجيب رامة 8 جيجا بسرعة 3200. بص يا صديقي، 8 جيجا رام ممكن تمشي الدنيا، بس مش الاختيار المثالي. النهارده الالعاب بقت بتاكل الرامات حرفيا، والبرامج متطلباتها اعلى بكتير. يعني لو تقدر تجيب رامات 16 جيجا او 32 جيجا هتفرق جدا، خاصة لو هتجيب التجميع للشغل. بس احنا عندنا ميزانية ومش محتاجين نخرج عنها، وعشان كده هنبدأ برامات 8 جيجا بسرعة 3200. ده الحكايه كده. تعالى بقى يا حبيب قلب اخوك نتكلم عن الكيسه اللي هنجمع فيها المكونات، ومش لازم تكون كيسه ار جي بي ولا كيسه بشكل فضائي. يعني احنا هنا بنجمع على قد الميزانيه، وكل جنيه محسوب ومحطوط في المكان الصح. الكيسه اللي هنجيبها عاديه جدا، بس المهم انها هتأدي الغرض. يعني بدل ما ندفع فلوس زياده في الشكل نوفر ونحطها في حاجه تفرق فعليا في الاداء. الباور بقى يا صديقي، احنا معانا ميزانيه 1000 جنيه للباور. هات اي باور من ماركه كويسه، وفي باورات كتير جدا في الميزانيه ديت كويسه. تعالى بقى اكلمك عن كارت الشاشه اتهرى حوارات واتهرى تعدين برضه، RX 75 4 جيجا. ما اعتقدش ان في مراجع هاردوير ما اتكلمش عن الكارت ده. الحقيقه انه لحد النهارده بيقدم اداء ممتاز وسعره مغري جدا لاي حد بيفكر في تجميع اقتصاديه. فعلا يا صاحبي اغلبيه الكروت اتهلكت في التعدين، لكن الحقيقه ان في كروت لحد النهارده حالتها كويسه. عموما يا حبيب قلبي، انت صعب تعرف الكارت اللي قدامك ده تعدين ولا لا، بس انت اللي يفرق معاك حاله الكارت واداؤه في الالعاب. يعني الخلاصه، لو لقيته بحاله كويسه وبحراره مظبوطه ومفيش اي مشكله في الالعاب، هات الكارت وانت مطمن، لانه فعليا بيقدم لك قيمه ممتازه مقابل السعر. تعال بقى نتكلم شويه عن الكارت. الكارت تم اصداره في 2017 كنسخه محسنه من RX 470، ومعتمد على معماريه بولاريس بدقه تصنيع 14 نانومتر، وجايب 4 جيجا في رام GDDR5، وبيسحب حوالي 150 واط. وبلاش تجيب باور اقل من 450 واط عشان تكون في الامان، ويكون في وصل 8 بن كمان، لانه في الاغلب الكارت بيحتاج وصل 8 بن. مميزات الكارت بقى يا معلم، انه هيديك قيمه ممتازه مقابل السعر في الفئه الاقتصاديه، اداء محترم جدا على 1080 بي في الالعاب، افضل بكتير جدا من كروت زي ال 1050 وال 750 تي اللي يعتبر في نفس الفئه السعريه بتاعته. واهم ما يميز الكارت ده واللي خلاني اختاره وهو سعره، لانه سعره حوالي 2500 جنيه او 50 دولار. دي بقى يا صديقي مواصفات تجميعة النهارده، هتديك اداء ممتاز جدا مقابل كل جنيه بتدفعه، وده هدفنا دايما. نيجي بقى للناس اللي عايزه جهاز كامل جاهز على التشغيل ب 12000 جنيه. احنا قلنا مواصفات التجميعة تمام، تعالى بقى نكمل على باقي القطع ونشوف هنعمل ايه بال 2000 جنيه اللي فاضلين معانا. اول حاجه نجيب شاشه محترمه 24 بوصه من ايسر، اللي هي الايسر بي 246 HL. شاشه ممتازه جدا، الوان كويسه، حجم مناسب، وسعرها في الحنين بالنسبه لمواصفاتها. فاضل معانا تقريبا 500 جنيه. نروح على طول نجيب ماوس استيراد وكيبورد استيراد وكمان الكابلات، وكلهم باسعار بسيطه وجوده كويسه. كده يبقى انت معاك جهاز كامل يشغل لك كل اللي انت محتاجه تقريبا. يلا بينا نشوف مع بعض اداه تجميع في الالعاب، وهل فعلا تستاهل كل الكلام ده ولا لا. Remember me, boy? Yep. Come on, come on, come on. Shit, almost out. ده بقى صاحب آلة التجميع. تعال بقى نشوف امكانيات التطوير اللي ممكن تعملها قدام. بص يا نجم، التجميع اللي معانا قويه جدا كبدايه، لكن اول حاجه هتحس انك محتاج تطورها قدام هي كارت الشاشه. لو ميزانيتك في حدود 6500 او 7000 لكارت الشاشه، ممكن تطور لكارت زي GTX 1660 سوبر. كارت اداء كويس جدا وهيفرق معاك فرق محترم وخاصه في الشغل. طيب لو تقدر تزود كمان شويه، مثلا 8500 او حتى 9000، ساعتها تقدر تطلع ال RTX 2060 او ال RX 6600 لو لقيته بسعر مناسب، وساعتها هتاخد نقله محترمه جدا في الاداء. كمان مهم جدا جدا انك تزود الرامات ل 16 جيجا او 32 جيجا، لان 8 جيجا مش كافيه نهائي سواء بقى في الجيمنج او الشغل. باختصار يا صديقي، التجميع اللي معانا بتفتح لك باب كبير جدا للتطوير قدام. يعني تبدا بحاجه محترمه جدا، ومع اول فرصه تقدر تطور وتوصل لمستوى عالي جدا. وبس كده يا صديقي، دي كانت كل حاجه عن تجميع النهارده. وفرنا لك فيها افضل اداء باقل تكلفه، وكمان قلت لك ازاي تقدر تطورها في المستقبل لو حبيت تاخد نقله محترمه في الاداء. ما تنساش بقى تسيب لي رايك في الكومنتات، ولو عندك اي سؤال عن التجميع او محتار في حاجه كلمني وهنساعدك باذن الله. اشوفك في فيديو جديد قريب ان شاء الله. وبس كده يا صديقي،
والسلام.